نكمل مع بعض كلامنا عن الكوميونتي. ازيكم الاول وعاملين ايه؟ ويا رب ان شاء الله تكونوا بخير. تعالوا نتكلم عن باقي الكوميونتي. ايه الخطوات العملية السريعة عشان نفحص الكوميونتي ده؟ اول حاجة تدخل على التليجرام او الديسكورد بتاعهم وتشوف الرسائل في اخر وقت، يعني اخر 48 ساعة، ده لو هي عملة كبيرة على مدى كبير، يعني فاهم. لكن بالنسبه لعملاتنا السريعه، خش بص في اخر ساعتين ثلاثه ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيتكلم، مين الناس بتقول ايه، ايه اللي بيجرى، ايه اللي يعني فاهم. تابع الصفحه بسرعه، شوف كده في كل ساعه او كل 5 دقايق قد ايه رسائل بتيجي، ونوع الردود اللي بتيجي عليها، وهل في ادمنز نشيطين ولا شباب ولا بوتات اللي موجوده قاعده بترد وخلاص. فاهم. اكس او تويتر لازم تروح تبص على الاكس بتاعهم وتشوف في بوستس ولا لا، في ريبوستس ولا لا، في ناس بتنشر لهم ولا لا، معدل الردود، بيردوا على الناس بسرعه ولا لا، بيردوا ولا ما بيردوش. مهم جدا اكس، تشوف في عليه كام واحد، الاكونت متوثق ولا مش متوثق، متوثق باي علامه، في معمول من قد ايه، هل في بوتات بتكشف الكلام ده، هل تويتر ده مغير اسمه ولا لا، هل كان اكونت قديم وهم اشتروه غيروا الاسم وعملوه باسم العمله ولا ده لا، ولا لا ده اكونت معمول للعمله وطلع اورجانيك واحده واحده وكبر اورجانيك. رابع حاجه تتاكد من وجود محتوى اصلي من المجتمع نفسه، تلقى المجتمع نفسه اللي بيعمل المحتوى، الادمنز هم اللي بتتكلم، الناس الديف بيطلع يقول، الاونرز بتاع العمله طالع يتكلم، هو اللي موجود بذاته والناس موجوده بنفسها، مش مجرد شويه بوتات بتتكلم. انا باكد تاني. بعد كده خامس حاجه تبص على عدد الهولدرز في العمله، تبص على السيوله، تبص على نسبه التوزيع، تبص على باندلز، تبص بقى على الحاجات اللي احنا بنبص عليها بسرعه. وده انفوجراف بسيط كده بيقول لك ايه الفرق بين العمله من البوتس والحاجات الاورجانيك. هتلقى في هايب فقط، لو في هايب فقط هتلقى القناه دي فيها سبام على طول، ملصقات وستيكرز فقط، ده انذار. اول ما تشوف ستيكرز بس وهايب بس تقلق. اما لو لقيت بعد نزول السعر في نقاش شغال والناس بتتكلم والكوميونتي شغال، تعرف ان القناه دي فيها استمراريه واحتمال بنسبه كبيره العمله دي تكمل. ايه الريد فلاجز اللي لما اشوفها ابتدي اقلق من العمله؟ اول حاجه لما اشوف طفره اعضاء مفاجاه ثم صمت، يعني القناه كان فيها 300 بقت 5000 ومفيش حد بيتكلم، ريد فلاج. ده بيزود عدد عشان خاطر ناوي يعمل حاجه مش مظبوطه. تاني حاجة ردود آلية مكررة أو ملصقات بلا نقاش، ناس بتتكلم بيست 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 ومفيش حاجة جديدة بتضاف. تالت حاجة تلقى المحتوى من حسابات مدفوعة غير نشطة سابقا، تلقى اكونت اتعمل من ربع ساعة أو اتعمل امبارح، اتدفع له الفلوس فيريفايد تمام بينشر، لا ده تقلق منه. لازم تحس ان الحسابات قديمة وعليها شغل وشغالة من فترة وعليها تفاعل، مش اكونتات خاملة وتيجي مرة واحدة تشتغل. لما تلقى الادمنز بيمسح اي نقد بسرعه وما بيردش على الاسئله او بيمسح الاسئله ومش بيخلي حد يتكلم معاه، هو عايز بس اللي يتكلم وما بيسمحش لاي حد يتناقش معاه، ده ريد فلاج برضو تخلي بالك منه. ايه الفرق بين العمله اللي بدون مجتمع والعمله اللي معاها مجتمع؟ تعرفها منين؟ العمله اللي بدون مجتمع هتلقى فيه ضوضاء في الاول، هايب عالي في الاول، وبعد كده هبوط، محدش بيتكلم، محدش سكوت، محدش بيشارك والعمله بتنزل. العمله اللي بدون مجتمع هتلقى لما يبقى في خبر وحش العمله بتقع، ما حدش بيدعمها والسعر بيبتدي ينزل معاها والبوستات بتبتدي تقل، البوستات بتختفي. تالت حاجه غياب مبادرات من المستخدمين، الناس اللي اصلا اللي شاريه والهولدرز ما بيدخلوش يتكلموا ولا بيتناقشوا، خلاص بيستسلموا للامر لان هو ما فيش كوميونتي اصلا يشاركوا معاه. اما لو العمله معاها مجتمع هتلقى المحتوى مستمر على طول باستمرار، في محتوى شغال. عند الهبوط هتلاقي الهبوط اصلا قصير عشان في ثقه، عشان في كوميونتي، وهتلقى وقت الهبوط في بوستات بتتكلم، في ناس في كوميونتي بيشارك، في ناس بتبتدي تدعم العمله معنويا وبتدعمها ماديا وهتلاقيها بتشتري، هتلاقي في كوميونتي خايف على العمله. تالت حاجه تلقى في سفراء بيوسعوا الدايره خارج القناه، تلقى ناس
بيكلم ده، وده بيكلم صحابه، وده بيكلم مجتمع تاني، وده بيكلم ناس في بلد تاني. وبتلقى الكوميونتي نفسه بيوسع دايرة العملة او دايرة المجتمع ده لأكبر قدر ممكن. ده الفرق بين العملة اللي بمجتمع والعملة اللي بدون مجتمع. دي زي توزيعة كده او قالب كده عشان تعرف تقيم تقييم سريع. الحاجات المهمة اللي تبص عليها: نمو الأعضاء بتكبر ولا لأ، العملة بتزيد ولا لأ الأعضاء بتاعها، في تفاعل حقيقي ولا لأ، سرعة المحتوى، في محتوى سريع بينزل على طول باستمرار ولا لأ، الاستبقاء بعد الهبوط، يعني لما العملة وقعت في ناس فضلت قاعدة وناس رجعت تتكلم ولا لأ، في ناس مؤثرة وسفراء وناس متطوعة وناس بتتكلم عن العملة بره وجوه وبتتحرك على العملة ولا لأ. لقيت الكلام ده كله موجود، يبقى الكوميونتي ده كويس، العملة دي إن شاء الله مكملة. تمام. الخلاصة ان الكوميونتي ده مش اضافة، بل هو المنتج الحقيقي في الميم كوينز. تبص على المؤشرات بسرعة، تحاول تستخدم التقييم اللي احنا عملناه، واحب اقول لك طبعا ان ده محتوى تعليمي، نحاول نتعلم مع بعض ونساعد بعض، ودي مش نصيحة استثمارية. الميم كوينز ده حاجة عالية المخاطر، اعمل بحذر، وربنا يوفقكم ان شاء الله. وما ننساش ندعي لاخواتنا في غزة، وانتظرونا في حلقة جديدة ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا زر الجرس.